ورجعنا لتوقعات الزلازل مع النجم العالمي قصد الراصد الهولندي فرانك. شو كانت كنيته؟ مرحبا، أنا سيلين، هالعالم اللي احتل الساحة لفترة طويلة بعد زلزال سوريا وتركيا سنة 2023 ينذكر وما ينعاد. ومع إنه كتار من اللي بيشتغلوا بهذا المجال أكدوا إنه كل توقعاته للزلازل ما صحيحة، وإنه بالصدفة زبط معه توقع 2023، خاصة إنه ما بيعتمد على آلية علمية حقيقية لكشف احتمالية وقوع الزلازل، وإنما بيعتمد على اقترانات الكواكب، يعني هالهولندي فلكي بحت. السيد فرانك بعد ما صارت هزة أرضية قبالة بيروت من كم يوم قال إنه في زيادة زلزالية ملحوظة بالمنطقة، وإنه فالق البحر الميت عنده قابلية لإنتاج زلزال بقوة 6 ل 7 درجات بسوريا ولبنان. في عالم بتعنيني هاي التصريحات ولا هاي المستجدات بيشوفوا بوست على الفيس بيقلبوا وبيعيشوا حياتهم طبيعي، بينما في عالم لهلق بتخاف من الزلزال الماضي وبتعيش نفس حالة الاستنفار بكل تفاصيلها وبيتابعوا الأخبار والتوقعات. للأسف في عالم لهلا عم تعاني من تبعات زلزال 2023 وما حدا قدر يعوضها، وفينا نقول غير الله يحمي هالبلد من كل شر، ويكون هالزلزال ذكرى من ذكريات السوريين البشعة اللي راحت وأبقى ترجع. اكتبوا لنا بالتعليقات مين تخطى ومين صار عنده فوبيا.